يعتبر هو المقلب الرئيسي هنا في المنطقه، بيجمعوا كل الزباله هنا. ما بتتشالش يعني اخر النهار مثلا في نص النهار؟ في اخبار بتشيل بس ما بتشيلهاش كلها. اه. حي ما بيعرفش حاجه عن حد. ما فيش موظف في الحي اللي بيمشي تقول له اديني يديك، مشيني. ده هما مش المفروض يجيبوا لنا صندوق اتنين؟ ما جابوش لنا صندوق، وكتبنا 100 شكوى عشان يجيبوا لنا صندوقين، ما جابوش صناديق. في زن جامد، احنا يمكن بقالنا 4 ايام هنا اهو. كل ما بنيجي نشتغل على الواجهه هنا بنسيب الشغل من شده الريحه والريحه الوحشه اللي هي جنبنا ده على طول. بتوع الزباله ما بيعدوش اصلا ياخدوا الزباله خالص، وبندفع في الزباله والفواتير في الكهرباء. مفيش حد بياخد الزباله من عندنا. طيب ما اشتكيتوش لرئيس الحي او مجلس المدينه او هي المحافظ؟ اصلا فين رئيس الحي؟ مين يعرف هو فين اصلا، ولا هو مين اصلا؟ محدش عارف حد. محدش عارف حد. احنا كسكان يعني اشتكينا اكثر من مره لجهاز البيئه في محافظه الغربيه ولمجلس المدينه، وعندنا ما شاء الله في البرج هنا مستشارين وناس مسؤولين كبار. من ضمن الناس كان عندنا هنا لواء متقاعد ساب الشقه ومشي. الموضوع ده مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان وبالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار. أولا أنت لما تشوف المنظر ده، هل ده ما يسببش أمراض وما ينقلش العدوى؟ دي حاجة. الحاجة التانية إن ده شارع عمومي وشارع مهم من الشوارع الرئيسية في طنطا، إزاي يبقى بالمنظر ده وحامل محلات تجارية كتير؟ واشتكينا كذا مرة واتكلمنا كذا مرة، ما فيش أي استجابة من أي نوع، ولا حد سأل فينا ولا حد دور علينا. وغلبنا نقول للناس جابوا صناديق، هاتوا صناديق. الناس بقت تسيب الصناديق ويكبوا فوقه وينتلي، وبرضه ما يجيش يشيل الزبالة، ومفيش عربيات بتيجي تشيل. بس بحب اصحح المعلومه ان شارع علي مبارك مع النادي ده حي اول وليس حي تاني. يا ريت يا استاذ وجيه بس تجيب لي الصوره دي تاني بعد اذنك. ان المكان ده موجود يعني بقاله فتره طويله، يعني الناس بتعتبر المكان تجميع القمامه في هذه الجزئيه. المشكله الرئيسيه اللي احنا شايفينها دلوقتي لما تيجي عربيات السريحه بتقف بتسد الشارع، بيبقى في عربيه بس مكان العربيه بتعمل ازدحام مروري هائل. ودي مشكله رئيسيه في مدخل علي مبارك مع شارع النادي. هيكون معايا دلوقتي اللي هو عبد الرؤوف عبد الله رئيس مدينة طنطا. يعني المشكلة زي ما قلت في بداية هذه الفقرة مشكلة سلوك وثقافة. يعني أي إنسان لم يحترم البيئة ولم يحترم ثقافة البيئة والحفاظ على البيئة وتكون بيئة خالية من التلوث، فكل القوانين اللي احنا بنحطها والدولة بتحطها لن تجدي هذه القوانين شيئا. لأن طبعا الحفاظ على البيئة وحماية البيئة من التلوث يعتبر أمن قومي لهذا الوطن العظيم. عايزين نغير ثقافتنا، عايزين نحب بلدنا، عايزين نحب بلدنا أكتر من أي وقت مضى. سيادة اللواء عبد الرؤوف عبد الله رئيس مدينة طنطا، الأستاذ أحمد كمال يعني حاول ان هو يكون بالاتصال بسياده اللواء وتم الاتفاق معاه انه يكون معنا مداخله تليفونيه، ولكن دلوقتي اغلق الهاتف. لعل المنع يكون خير يا سياده اللواء. يعني رجعت المفاوضات. مشكله القمامه في مركز ومدينه طنطا، وايه الاجراءات اللي اتخذتها مجلس مدينه طنطا للقضاء على مثل هذه المشكله؟ الأول أحب أعرف المواطنين طنطا إن يوميا بيخرج من طنطا 400 طن قمامة يوميا. تمام؟ الأحياء حي أول وحي ثاني شغالين على قدم وساق. لازم يكون في تعاون بين المواطن وبين الأجهزة التنفيذية. المواطن بتبقى العربية لسه شايلة القمامة من الشارع، بيستنى لما العربية تمشي وبيروح يحط القمامة. المواطن على مدار 24 ساعة بيرمي القمامة عمال على بطال. في مجهودات بذلت في هذا الموضوع. إن شاء الله بإذن الله سيد المحافظ جاب من وزارة التخطيط 60 مليون جنيه لإنشاء عدد 2 مصنع، واحد في طنطا وواحد في المحلة. دول إن شاء الله خلال شهرين بإذن الله هيتم الانتهاء منهم بإذن الله، ويتم تدوير الكمية اللي بتيجي لطنطا في دفرة إن شاء الله. الحاجة الثانية ان النهارده وبقالنا اكثر من شهر 4 مقاولين شغالين تبع الانتاج الحربي وتبع مجلس مدينه طنطا
لاخلاء المصنع بتاع دفرة استعدادا لتركيب وتطوير المصنع اللي موجود. هل في مشروع يا ست اللي هو يعني وجود مصنع لتدوير المخلفات في منطقه دفرة؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي ان شاء الله خلال شهرين 2 هيتم، وحاليا بيتم التركيب وبيتم اخلاء المصنع من المخلفات اللي موجوده فيه وتطوير المصنع اللي هو القديم. هيبقى في 4 خطوط في طنطا و4 خطوط في المحله ان شاء الله، دول بتكلفه 60 مليون جنيه، وكان مجهود كبير جدا من السيد المحافظ مع السيد وزير التخطيط، والفلوس جت والحمد لله رست على الانتاج الحربي، وهم شغالين دلوقتي. خلال 60 يوم ان شاء الله باذن الله المصنعين هيركبهم، ومش ان شاء الله مشكله القمامه في طنطا هتنتهي تماما باذن الله. يا فندم احنا بالفعل يعني لم ننكر يعني المجهود المبذول بالفعل من قبل مجلس ومدينه طنطا، ولكن يعني انا عارف ان في مجهود عظيم من قبل المجلس ومدينه طنطا، ولكن عايزين تحديد لاماكن القاء القمامه وتحديد وقت، ويا ريت المخالف ياخد جزء او يكون في عقاب للمخالفين، عقاب رادع للمخالفين. انا هقول لحضرتك حاجه، السيد المحافظ اول لما جه وشرف المحافظه كلف حي اول وحي ثاني ان كل حي هيجيب 100 صندوق، وبالفعل جابوا 100 صندوق. الناس ما بقتش تحط في الصندوق وبترمي بره، وجهنا الناس بالميكروفونات والاعلام ومن خلال جميع الوسائل الاعلاميه، مفيش فايده. يعني المواطن لازم يمكن يا فندم بيتم ملء مثل هذه الصناديق وبعد كده ما يلاقوش مكان فيحطوا جنب الصندوق. ما انا بقول لحضرتك بيحط جنب الصندوق وما بيحطش جوه الصندوق، فاذا القمامه بتبقى بره. فاحنا عايزين بس الناس بنناشد مواطني طنطا ان هم يحطوا القمامه داخل الصندوق، ويبقى زي ما قلت في بدايه هذا اللقاء برضه يا سياده اللواء ان برضه ده سلوك وثقافه. انا الصوره اللي عندي دلوقتي دي في شارع علي مبارك، مدخل علي مبارك من شارع النادي، ودي منطقه تجمع قمامه بصفه دائمه. انا هقول لحضرتك المكان ده بقى له سنين وهو منطقه تجمع بيجمعوا فيه القمامه من الشوارع الفرعيه، وبتيجي العربيه 3 مرات في اليوم بتتشال، هذا المكان بيشال 3 مرات في اليوم، مره ساعه. بس كان في محاولات جاده من بعض الاهالي يا سياده اللواء لتشجير هذه المنطقه، وطبعا جه بعض الناس كسروا الشجر في هذا المكان تحديدا. لا ان شاء الله باذن الله، انا بقول لحضرتك اوعد حضرتك ان المكان ده هينضف وهنحط فيه صناديق، بس الناس تلتزم، يا ريت يلتزموا ويحطوا القمامه داخل الصناديق. احنا عايزين بس تعاون بين المواطنين والاجهزه التنفيذيه. هيكون في تواصل يا سياده اللواء هيكون في تواصل باذن الله يعني للوقوف والاطلاع على كل ما هو جديد بمجلس مدينه طنطا. سياده اللواء عبد الرؤوف عبد الله رئيس مدينه طنطا، شكرا جزيلا لك. هناخد فاصل سريع ثم نعود ونواصل حلقتنا.